في صباح يوم الأحد، جلس سامي وليلى في الحديقة يتبادلان الحديث عن عطلة نهاية الأسبوع التي انتهت للتو. بدأ سامي الحديث قائلاً: قضيت عطلة نهاية الأسبوع كلها جالساً أمام التابلت، ألعب ألعاب الفيديو وأقفز بين التطبيقات المختلفة. ابتسم بنصف ابتسامة وأضاف: ويبدو أنني تكاسلت عن مساعدة والدتي في شؤون المنزل أو حتى مراجعة دروسي. نظرت ليلى إليه بدهشة وهي تقول: أما أنا فقد خططت لعطلتي بشكل مختلف. استيقظت مبكراً وبدأت اليوم بركوب الدراجة في الحديقة، ثم ذهبت لزيارة جدتي وقضيت معها وقتاً ممتعاً. وفي المساء خصصت ساعتين لمراجعة دروسي والاستعداد للأسبوع الجديد. شعر سامي بالخجل من نفسه قليلاً، ولكنه استمع إليها بإعجاب وقال: أعتقد أنك استمتعت حقاً بوقتك وفعلت أشياء كثيرة مفيدة. أتمنى أن أتعلم منك وأستغل عطلتي القادمة بشكل أفضل. ابتسمت ليلى وقالت بلطف: بالطبع، العطلة ليست عن الكسل، بل هي فرصة لتجديد النشاط والقيام بكل ما نحن، وللتفكير في كيفية تحسين أنفسنا. يمكننا أن نلعب ونمرح، ولكن دون أن ننسى مسؤولياتنا. أنهى سامي الحديث بابتسامة قائلاً: لقد تعلمت درساً جيداً منك اليوم، شكراً لك يا ليلى. سأحاول أن أكون أكثر تنظيماً في عطلة نهاية الأسبوع القادمة.